الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، الآية اليوم هي قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أخواننا الكرام، الله عز وجل اختار هذه اللغة العربية لتكون لغة قرآنه. إنا جعلناه قرآناً عربياً، وهذه اللغة العربية التي كرمنا الله بها لغة من أدق اللغات في العالم، وهذا الكلام كلام علماء اللغة ليس كلام الأمة العربية، لاتساعها في التعبير. يعني للتقريب تقول نظر واضح، تقول رأى، رأى غير نظر. الرؤيا قد تكون قلبية، تقول رأيت العلم نافعاً. العلم لا يرى بالعين، ترى آثاره في القلب، فرأى غير نظر. في نظر شزراً مع الاحتقار، في شخص مع الخوف، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. في حدج مع المحبة، حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم. في رنى مع المتعة، رنوت إلى المنظر. في حملق ظهر حملاق العين، والحملاق باطن الجفن. في بحلق اتسعت الرؤية. في حدق توسعت حدقة العين. في لمح نظر وأعرض. في لاح المنظور ظهر واختفى. الموضوع طويل جدا، في 70 فعل لنظر، وكل فعل يعطي حالة خاصة. درسنا في الجامعة في اختصاص اللغة العربية عاماً بأكمله عن الأدوات. الباء حرف جر، أداة. في عندنا حرف جر أصلي. كيف؟ تقول أكلت بالملعقة، احذف هذا الحرف المعنى فسد، أكلت الملعقة. فهذه الباء حرف جر أصلي. في باء زائدة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قد تحذف، أليس الله أحكم الحاكمين؟ يعني بحث طويل جدا. الله أكرمنا بهذه اللغة، وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من الدين. وصدق ولا أبالغ، لو بوقت الفراغ يعني اقتنيت كتاب في العربية وبدأت تقرأ شيء ممتع جدا. هذه لغة القرآن فيها تفاصيل. يعني مثلا تنفرد هذه اللغة أن الحرف له معنى، فكل كلمة فيها غين، غرب مع الظهر، غاب، غيبة. لو تتبعت الكلمات التي فيها حرف غين فيها استتار، اختفاء. لو تتبعت الكلمات التي فيها السين، أنس، حس،
نفس. لو تتبعت الكلمات اللي فيها راء، فيها تتالي، جر، مر، فر، فعل متكرر. لذلك قال بعض فقهاء اللغة: كلمة غرق بدأت بالغين لأن الغريق غاب عن الأنظار، تتالى سقوطه جاءت الراء، ارتطم بالقاع جاءت القاف، لصق، صدم، أي كلمة فيها قاف فيها اصطدام. فتجد أن هذه اللغة التي كرمنا الله بها لغة واسعة البيان. من هنا أؤكد عليكم مرة ثانية: تعلموا العربية فإنها من الدين. يعني تذوق القرآن مع إتقان اللغة شيء لا يصدق، وهي لغة القرآن، لغة آبائنا وأجدادنا. ما في مانع للإنسان يتعلم لغة أجنبية، ضروري. وأنا الآن أقول للآباء: إن لم يتقن ابنك اللغة الأجنبية فأنت في حقه مجرم، هيك أقول. لأنه الآن اللغة الأجنبية لغة العصر، ما بيقدر إنسان يتفوق بعمله إلا إذا أتقن هذه اللغة الأجنبية، بس لا على حساب اللغة العربية. هذه لغتنا، هذه لغة ديننا، هذه لغة قرآننا. يعني بس للتقريب، هذه اللغة العربية لغة اشتقاقات. يعني في عندنا أب، عندنا ابن، عندنا أخ، عندنا عم، عندنا خال، عندنا ابن، عندنا بنت. يعني عرفة، عارف، معروف، معرفة، تعريف، عراف، يطلع منا 70 كلمة من اشتقاق واحد. هذه اللغة العربية لغة الاشتقاق. أنت فيك تعمل مصدر صناعي، بيقول لك مثلاً الأممية. الأمم كلمة جمع أمة، الأممية تقول ديننا أممي. ممكن أي إنسان يصنع مصدر بإضافة ياء النسب مع التاء المربوطة، حرية، اشتراكية، أممية، وهكذا، اقتصادية. فهذه اللغة ممتعة جداً، ولو تأملت تفاصيلها وقواعدها. نحن في عنا باللغة العربية شيء اسمه إعراب. يعني من نضع فتحة فوق الكلمة صار محل مفعول به، نضع ضمة بتصير فاعل، نضع كسرة بتصير مجرورة. في عنا كلمات مثلثة، بتقول مثلاً مصحف أو مصحف أو مصحف، مقبولة بالكسر وبالضم وبالفتح. لكن بتقول منصب غير منصب، مسافة كبيرة كثير. منصب رئيس الجمهورية، منصب الفحم، حركة واحدة تنقل الكلمة من معنى إلى معنى. هذا بحث طويل. لكن إذا الإنسان يقول لك أنا اختصاصي هندسة، خير إن شاء الله، على العين والرأس، بس هي لغة القرآن، لغة هذه الأمة، لغة الخطاب. أتمنى على كل أب كريم أن يعتني بلغة أولاده. يعني مو صعب أنه نتكلم بالبيت لغة الآن أنا مسميها العامي الفصيح. عوض ضربت تليفون، اتصلت بالهاتف، ضربت تليفون، لا، اتصلت بالهاتف. في كلمات عامية لا تحتمل، بيقابلها كلمات فصيحة. فلما الإنسان بينتبه لكلامه وبيتكلم الكلام الصحيح في البيت، ينشأ أولاده على ذلك. في تجربة في الشام، يعني هو اختصاصه لغة عربية، إنسان مدرس، ألزم نفسه مع زوجته بالتكلم باللغة الفصحى في البيت، بس في فصحى متقعرة،
بيضربوا مثل عليها: ما لكم تكأكأتم علي كتكأككم على ذي جنة افرنقعوا عني. هذه اللغة ليست مطلوبة، بس في لغة فصيحة مبسطة. لو الواحد انتبه يتكلم بالبيت اللغة الفصيحة المبسطة ينشأ أولاده على ذلك. لذلك الذي أتمنى أن يكون واضحاً: تعلموا العربية فإنها من الدين. فهذه الباء تكون أصلية وتكون زائدة. العلامة الفارقة بين أنها أصلية وزائدة الحذف. إن حذفتها إذا استقام المعنى زائدة، إن حذفتها فسد المعنى أصلية. أكلت بالملعقة، حذفها أكلت الملعقة فالمعنى فسد. أما أليس الله بأحكم الحاكمين هي باء زائدة. هي زائدة لأنه ممكن المعنى يستقيم من دونها، بس ما فائدتها للتأكيد. تأتي الباء الزائدة للتأكيد. فالآية تقول: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت يا محمد في قلبك من خلال اتصالك بنا. بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد بسبب اتصالك بنا كنت ليناً لهم. فلما كنت ليناً لهم التفوا حولك وأحبوك. صدق ولا أبالغ، هذه الآية يحتاجها كل أب وكل أم وكل معلم وكل مدرس وكل أستاذ في الجامعة وكل إنسان يحتل منصب قيادي لو على 10. فبما رحمة من الله لنت له. لو أن الإنسان منقطع عن الله يمتلئ قلبه قسوة، تنعكس قسوته غلظة وفظاظة ينفض الناس من حوله. آية الالتفاف والانفضاض. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني ما بعرف، الله أرسل نبي كريم من أولي العزم سيدنا موسى، أرسل هذا النبي الكريم الذي هو من أولي العزم إلى أكفر كفار الأرض، الذي قال: أنا ربكم الأعلى. هل بعد هذا الكفر من كفر؟ أو قال: ما علمت لكم من إله غيري. فهذا الإنسان الذي يدعي الألوهية، الجبار الطاغي القاسي، قال الله لسيدنا موسى ولأخيه هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً ليناً. إذا كان نبي كريم من أولي العزم أمر من قبل الله أن يكون قوله ليناً مع من ادعى الألوهية وادعى الكفر، كيف عم تخاطب أخوك المؤمن بقسوة؟ في خطأ منه ما له معصوم. لما القسوة؟ لما الغلظة؟ لما الاستعلاء؟ أخواننا الكرام، نحن في عنا أخلاق السلم وأخلاق الحرب. يغيب عن بعض الناس أن هذه الآية التي يحتجون بها آيات الجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بالحرب هي. أما بالسلم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا يكون الإنسان متمثلاً بهذه الآية إلا إذا كان له حظ عظيم من الله. في السلم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
في الحرب: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم بالحرب. الآن الآية حينما قال وشاورهم في الأمر، وفي كلام دقيق جدا: الاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين. الاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين، أما غير المؤمن لا يشير عليك بالصواب. مرة عندي أخ من أخواننا الكرام، هو أصله من حلب مقيم في الشام، يبحث عن عمل. أنا أعرف مصلحة صنع حلويات، موادها الأولية ميسرة جدا وعليها طلب كثير وصناعتها غير معقدة، ففي سوق عندنا يبيع هذه الحلويات. قلت له: اذهب إلى هذه المحلات واستشرهم في أن تتخذ هذه الحرفة حرفة لك. أقسم لي بالله، سوق طويل عريض، محل محل، كلهم ملأ قلبه خوفا من أوعاك. مصلحة فائورة بتفأرك، بيعها صعب وفيها ستوكات كثيرة، شيء عجيب. تواترت أقوال هؤلاء جميعا. أنا والله ما صدقتهم جميعا. بعرف إنسان مؤمن، بس كان وقتها يوميتها ما وجده بالمحل. قلت له: اذهب إلى فلان الفلاني واستشيره. ذهب له كلام معاكس، قال له: والله مصلحة سهلة جدا وعليها طلب، موادها الأولية كلها محلية، ما في شيء مستورد مثلا. والله أخذ بيده ووفقه، والله أكرمه إكرام كبير. شوف المؤمن ما شاف في تنافس. إذا فتح معمل صغير لهذه الحلويات بيقل دخله الأولاني، لا لا لا، شافها هي عمل صالح. فلذلك الاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين. دقق، الاستشارة ليست لغير المؤمنين، لا يقدمون لك النصيحة أبدا، يقدمون لك ما يضمن دخلهم الكبير فقط. والحقيقة في نقطة دقيقة، بتقول ذهب مثلا، في ذهب 24، في ذهب 21، في ذهب 18، في ذهب 16، في ذهب 11، كله ذهب بس مراتب. نقول الفرق بين 16 وال11، بين 16 وال21 فرق بالدرجة لا بالطبيعة، بالدرجة، بس كله ذهب. يعني المؤمنون ذهب كله، بس في 24 وفي 21 وفي 11، بس الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق بالطبيعة مو بالدرجة. يعني في ذهب وفي تنك. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق بالطبيعة لا بالدرجة. فلذلك الاستشارة لمن؟ لأولي الخبرة من المؤمنين، لأولي الخبرة من المؤمنين. وبالمناسبة ما في استشارة إلا لأولي الخبرة وإلا للمؤمنين، هي نصيحة. وإنسان آخر يدلك على شيء ليس في مصلحتك. لكن في عندنا استشارة وعندنا استخارة. الاستخارة لله وحده. والحقيقة ما في استخارة بالأوامر والنواهي. أنا حأستخير صلي ولا ما صلي، هي مو واردة أبدا. بالفرائض والمنهيات حأستخير الله، آكل ربا ولا ما آكل ربا، هي مرفوضة كلياً. أما الاستخارة اللي مع الله بالمباحات، يعني سافر لما أبقى ببلدي، في دخل هون بس أقل مما ينبغي. بالسفر حأترك أولادي سنة بكاملها، وابن من دون أب قد لا تستقيم أخلاقه بغياب الأب. في عندك مشكلة هون، في دخل محدود بس أنت مع أولادك ضامنانه، بالسفر بتخسر أولادك مثلا. لذلك الاستخارة لله
وفي المباحات، لا في الفرائض ولا في المحرمات، ما في استخارة. وبعض أدعية الاستخارة التي أثرت عن النبي الكريم: اللهم إن كان في هذا الأمر صلاح لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، وإن كان في هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني، لكن في ملمح دقيق جدا: واصرفني عنه. ما أبقى متعلق به. واحد أنه خطب فتاة يبدو أنها جميلة، تعلق بها تعلقا كبيرا، ثم اكتشف أنه في انحراف خطير بأخلاقها، فما له مصلحة فيها. هون الدعاء: يا ربي اصرفني عنها واصرفها عني، لا أبقى متعلقا بها. أي من لوازم الاستخارة: إن كان في هذا الأمر صلاح لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، وإن كان في هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث شئت. هلأ أكثر الناس يتوهم أنه إجابة الله له بالاستخارة بمنام، مو واردة بالمنام، أو أنه يفتح المصحف لا على التعيين، كمان مو واردة، هي بدعة. الرد الإلهي في الاستخارة التيسير أو التعسير. في سفرة تيسرت، المطلوب محقق، الأوراق جاهزة، لما الأمور كلها ميسرة كأن هذا التيسير هو الرد الإلهي على استخارتك لله عز وجل. أما طلب وثيقة غير موجودة أو طلب شرط غير معقول، إذا ما فيها خير. فلذلك لا تتوهم أن الاستجابة للاستخارة لا بالمنام ولا بفتح المصحف. الجواب الإلهي بالتيسير أو التعسير من النص: إذا كان في خير فاقدره لي ويسره لي، وإذا في شر فاصرفه عني واصرفني عنه. والإنسان ما دام على صلة بالله متينة، أنا بتمنى أقول الكلمة الدقيقة: يجب أن يكون هناك خط ساخن بينك وبين الله. الاستقامة تعمل خط ساخن، فيك تناجيه، فيك تسأله. والله في نص نبوي يمكن لا يقدر بثمن: إذا كان ثلث الليل الأخير، قبل الفجر بربع ساعة، نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ وفي فأتوب عليه بالصير، فالصير فاء السببية. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى ينفجر الفجر. وصدقوا ولا أبالغ، ما نصحت أخ كريم بهالنصيحة إلا قطف ثمار. قبل الفجر بربع ساعة ركعتين بالصلي وبالسجود تسأل الله هذا السؤال. شاب عم يبحث عن فتاة يخطبها: يا رب ارزقني زوجي صالح. امرأة تنتظر زواج: يا رب هيئ لي زوج صالح. شاب قدم مسابقة: يا رب انجح بالمسابقة. ما في مانع. إن الله يحب الملحين بالدعاء، ومن لا يدعني أغضب عليه. اسأل ربك حاجتك كلها. إن الله يحب من العبد أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. والدعاء هو العبادة، والدعاء مخ